السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو حيرانة ومش عارفة تتغدوا ايه او تعملي اكل ايه او حتى ما معكيش فلوس، تعالى اقولك انا عملت ايه. انا عملت وجبة حلوة جدا واقتصادية وب30 جنيه بس، ووفرت في الميزانية. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. يلا بينا. اول حاجة كان معايا 30 جنيه مش عارفة اعمل بيهم ايه. رحت عند بتاع الفراخ سألته، قلت له يا عم الكيلو بكام بتاع الاجنحة؟ قال لي الكيلو ب60 جنيه. قلت له طيب هات لي بقى نص كيلو ب30 جنيه، عشان كده الميزانيه مش معديه ولا مكفيه. فرحت جايبه نص كيلو كده من اجنحه الفراخ، وابتديت ان انا اغسلها كويس جدا بملح وخل وليمون وسبتها تتصفى. وبعد كده ابتديت اجيب السكينه وابتديت اعمل لها فتحات كده من النص عشان تشرب التتبيله بتاعتها. هنا بقى فكرت وقررت ان انا احط عليها معلقتين كبار كده من العسل الاسود، هيدوها بقى طعم ولون خطير جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. بعد كده ابتديت احط عليها بقى التوابل، ملح وفلفل اسود وكمان بودره ثوم وبودره بصل، وحطيت كمان عليها شويه من الشطه وشويه من البابريكا عشان تديها برضو لون حلو. حطيت نص معلقه من بهارات الفراخ وفصين من الثوم مفرومين ناعم، ومعاهم كمان طماطم متقطعه مكعبات صغيره وكمان فلفل حار متقطع صغير. قلبتهم بقى في التتبيله كده بالشكل ده كويس جدا، وهسيبها في التتبيله لمده ساعه واحطها في التلاجة. وبعد الساعه هبتدي ان انا اطلعها بقى تكون كده اتشربت من التتبيله. ويا سلام بقى لو تبيتيها في التتبيله دي هتبقى خطيره جدا. جبت بقى طاسه كده على النار وابتديت احط فيها شويه من الزيت، وتقدري بقى كمان تعمليها في قلب الفرن لو انت حابه وتشغلي عليها الشوايه. هنا بقى انا كنت عملتها في الطاسه عشان ما تاخدش وقت وتبقى اسرع معايا. حطيت بقى هنا في الطاسه شويه من الزيت وابتديت انزل بقطع الاجنحه زي ما انتم كده شايفين. ولازم الطاسه بتاعتنا تكون سخنه والزيت يكون سخن عشان نعمل لها صدمه وما تبتديش ان هي تنزل الميه اللي فيها. هبتدي بقى دلوقتي كده احطها بالشكل ده وهسيبها بقى علشان تاخد كده صدمه، وتكون النار معايا الاول تكون عاليه. وبعد ما تاخد بقى لون هبتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانية. هبص الاقيها طبعا خدت لون. في البوله كان في بقيه التتبيله. انا دلوقتي هبتدي ان انا احطها على الاجنحه بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه كده. اول ما هقلبها بصوا لما قلبتها بصوا خدت لون معايا على طول، وبتبقى لونها حلو جدا. طبعا اللون ده راجع كمان للعسل الاسود. هبتدي بقى بعد ما قلبتهم كده احط بقى بقيه التتبيله، هتديها طعم وريحه حلوه جدا جدا وكمان لون خطير. بصوا لونها عامل ازاي، لونها جميل جدا، وده السر في العسل الاسود. حد هيقول لي طب هي هتبقى مسكره واحنا بناكلها؟ لا، هتبقى طعمها حلو قوي على فكره وخطيره. وصفه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه جدا جدا. احنا عارفين بقى ان الفراخ غاليه دلوقتي وكل حاجه بقت غاليه. هغطيها وابتدي اوطي عليها النار. وهنا بقى بصوا كانت اتشربت كده معانا شويه. هبتدي ان انا ازود عليها ربع بس كوبايه من الميه. سهله وبسيطه وسريعه وما فيهاش اي مشكله. وغطيها عشان تحتفظ بالبخار وتستوي معاكي على طول. ما بتاخدش تلت ساعه بس على النار، وبعد كده نقدر نقدمها. ويلا بقى حطوا لي لايك. ما استاهلش لايك ولا ايه؟ انا زعلانه منكم عشان ما فيش تفاعل خالص، ولا في لايك ولا في شير ولا في اي حاجه. يلا اعملوا لي لايك. هنا بقى كنت بقدمها بالشكل ده في الطبق بقى، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت بجد حلوه جدا 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 حلوه. وكنت بقى عملت جنبيها كده شويه رز بشعريه، قلت عشان ياكلوها بقى كده مع الفراخ ومع الصوص بتبقى حلوه جدا. ممكن بقى تحطي جنبيها مكرونه محمره او شويه بطاطس، او تبتدي ان انت تجيبي كده شويه عيش وتغمسي بيها، وبالف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده، وصفه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه على قد ايدينا. هنعمل ايه؟ الميزانيه ما بقتش خلاص مكفيه. فالوصفه دي حلوه قوي بجد، دوقوها وجربوها. لا ده انا اللي هدوقها. وقولوا لي رايكم ايه. يلا اشوفكم على خير واسيبكم بالف خير وصحه وسعاده. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. وادي بقى الرز بشعريه بصوا عملته بقى قلب بقى، قلت ادلعهم شويه اهي كلها نعمه ربنا.